السلام عليكم حبايب قلبي، شو اخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد. اعرف تاخرت عليكم هاي الفتره، بس هسه راح اسولف لكم والصار ويانا ما يسولف، بس الحمد لله والشكر على كل حال. وراح احكي لكم الصار ويانا، وابقوا وياي بالفيديو. صدق راح تنصدمون وما تتوقعون هيك يصير بشهر رمضان. وهنا بديت وياكم حلا بسيط، انه يعني ما كنت يعني مستعدة اسوي شي، لان كنا بيومها كلش ضايجين ومخثوثين، بس قلنا الحمد لله على كل حال، ودفع الله ما كان أعظم. هنا حبيت أسوي حالة الشعرية، طبقة طبعا بسكت خليت، وطبقة محلبي، وطبقة شعرية، صارت طعمها كلش طيب. وسهمنا وسهمكم العافية حبايبي. مثل ما تشوفون سويت إنه بهذا الماعون، وماعون الاستعمال الواحد الفلين دزيته لعيالي، لأن أنا يوميا يعني متعلمة ويا الفطور أطلع شي من الفطور. فراح احكي لكم اللي صار ويانا. مثل ما يقولون انا تأخرت عليكم هاي الفترة كلها وما نزلت فيديو، لان عندي حساسية موسمية وكلش متأذية، يعني ما اقدر احكي. البارحة يلا رحت ضربت ابرة مال حساسية واخذت علاج، يلا اليوم شوية بعد مفعولها، يعني قال يومين 3 يلا. وكلش متأذية، يعني كلش قوية الحساسية مالتي، يعني كل سنة بشهر الرابع ويا تغير الجو تصير عندي. والله لا يسمعكم إن شاء الله كل شر حبايبي. وهنا بديت فطورنا العادي كالمعتاد، ولو الواهس مكسور وما بينا حيل، بس نسوي الحمد لله على كل حال بهاي ولا بغيرها مثل ما يقولون. والله بنتي قعدت الصبح حوالي الساعة ب6:30، انتظرت أول خط، ما أجاها أول خط كانت تبدل وتطلع تريد تروح خطية للدوام، عندها امتحان بالكلية، وتعرفون امتحان لغة الإنجليزي شقد صعبة، هي جامعة بغداد لغات، ويعني الليل كله تقرأ، فدايخة وصايمة وتعبانة، ويعني السحور قاعدة، فقعدت الساعة يعني نامت لها ساعة واحدة، قعدت الساعة ب6:30 راحت للامتحان. صعدت توك توك من بابنا راس الشارع، ماخذة بيدها الملزمة وتليفونها وجنطتها، حط التليفون على الكوشن وحطه فوق الملزمة، نزلي من التوك توك اخذي الملزمة عوف التليفون. صعدت بالكية، انتبهت انه تليفونها ماكو. بهلتنا بعدها ما ماشية الكية، نازلة قايلة لأبو السيطرة، قالت له عافية تليفوني نسيته بالتوك توك، بس دق عليه حتى يرجع لي اياه. والله يدقون بنفس الدقيقة انغلق التليفون، يدقون يردون ماكو. بهالأثناء انتظروا والله شوية ورجع أبو التوك توك، قالها ها انتي تعرفي؟ قالت له اي. قالها هذا؟ قالت له لا. فات ثاني واحد، قالت له اي هو هذا توك توك حمراء. والله وقفت له ابو التوك توك وراده وعالجه، ويقول لهم مو عندي التليفون يابا، مو هستوها صعدت وياك. يقول لهم صعد وراها واحد وراح التليفون، وهذا يوم وذاك يوم، وانا ما مقهورة على التليفون، مقهورة بيه صورها، وبيها تعرفون طالبة كلية، ويعني بيه كل شي مستلزماتها، وبالكلاس روم مالتها، وما أعرف يعني كلش صعب. والله بيتلي وكل برامجها مال دراسة بيه، وخطية كلش تأذت. وما تأذينا على التليفون، احنا تأذينا لأن يعني شلون يقول مالاتها كل شي بيه، حرقنا السيم كارت، قفلنا الجهاز، وتأملنا عسى وعلى أن يرجعه، والله لحد الآن ما رجعه. ونقول الحمد لله هذا ولا بغيرها. وقلت لها ماما لا تنقهرين، الله كريم إن شاء الله، الله يعوضش بأحسن شي. وهي صايمة، وبس دا أريد أعرف يعني شهر رمضان ورب العالمين الشياطين حابسهم، انتو البشر تصيرون هيجي؟ يعني شلون ما تخافون من الله؟ ليش تروحون يعني مثل ما يقولون صيامكم؟ يعني حتى لو ما صايمين هم حرام هيجي؟ ما أعرف شنو الدنيا وين وصلت بيكم، لا تحللون ولا تحرمون. ما أدري يعني إحنا تعرف إنه هذا الشعب العراقي شنو صار. بنفس اليوم اللي بنتي ضيعت موبايلها، دخلت على الفيس، لقيت وحدة كاتبة عافية بدون زحمة، اللي يلقى موبايل آيفون، أنا مضيعة موبايلي من يعني اعطت نفس مواصفات الشارع مالتنا. والله دورنا على موبايلنا بهالأثناء، كان يسمع ابني أبو توك توك لاقي موبايل، كان يجي قال ماما أبو التوك توك اللي صعدة وياه أختي يا لون التوك توك مالته. قلت له والله حمرة. قال لا ماما هذا التوك توك مالته صفرة ولاقي آيفون. قلت له إيه خطية لعد مال هاي الناشرة على الفيس. والله كان يقول وانا عرفه، ويعني صديقنا ولاقي السيم كارت كاسرة وما يقبل يرجعه. قلت له ماما خطية روح قول لهم. والله خابرناها على الفيس على العنوان، طلعت جوارينا بالفرع، احنا على الشارع هم بالفرع. والله وراح لها وحكى وياها، كان يطلع زوجها يشتغل خطية ديليفري، يوصل على دراجة ببغداد بالعظمية. والله يعني تقول من ضاع لي هسه، احنا ضغطنا صاعد
يعني مقهورين وماخذيه قوة مثل ما يقولون. يعني تعرفون آيفون ايش قد غالي، والله يعني الله ابني الله يسلمه ويخليه وحصل له أجر وثواب شهر رمضان، دلاهم وأكد لهم إنه عند الولد وطاهم إثباتات ودلائل. هم كانوا شاكين بس ما يريدون يروحون لأن ما متأكدين، فمثل ما يقول أكد لهم وقال لهم ابن عمه قال لي وهاي وروحوا، والله وراحوا ولحوا على الولد وحصروه وقالوا لأهله ماكو. وقبل الفطور قالوا لأهله ورا الفطور رجع لهم الموبايل وشكروا من عندنا وشكروا من ابني الحمد لله. يقول لك يعني سوينا شي زين بشهر رمضان، ودعت لنا بلكت الله يرجع موبايلنا، فهي كان السبب انه ضاع موبايلنا. وقرأنا المنشورة وانا هم قلتها ضاع موبايلنا، فهي قالت لي، فصارت صدفة رب العالمين جمعنا ولقينا لهم تليفونهم ورجع لهم، بس تليفوننا لحد الآن ما رجع وخلينا وقف. رب العالمين هو يعني يتجازى بي. أخذ اليوم قلت لها ماما باكر منين يرجع لك إياه، والله أخذ اليوم باكر منين راح ينطيك إياه. فسلمت أمورها إلى الله وقلت لها خيولي ورب العالمين جزء كان كاتب لي يضيع مني غير شي الحمد لله هذا ولا غيره، وأحسن حصلتي لك أجر وهو حصل ذنب، والحمد لله على كل حال. أنا المهم هم يروحون ويجون سالمين، عندي تسوى 1000 شي. وش اسوي، صح انقهرت لأن بي صورها وبي يعني مثل ما يقول أشيائها، بس شو نسوي إذا هم ما عندهم ذمة وضمير. وشهر رمضان يعني ما أعرف شلون حللوا وحرموا وما أعرف. وهاي الحمد لله على كل حال. والله جعل سبب انه يعني لقينا تليفون ذولاك العالم، حصلنا أجرين، هم أجر ضاع موبايلنا وذاك شال ذنبنا، وهماتين هاي البنية الحمد لله وشكر لقوا تليفونهم حالتهم كلش صعبة. والله جعل لنا سبب لقينا لهم موبايلهم. جتي للباب والله شكرت من عندنا ومن ابني، قالت له يعني لو تعرف والله لمينا سنة كاملة نجمع يلا اشترينا هذا الموبايل، لأن مثل ما يقول عندها جهال 2 وزوجها يشتغل على دراجة ديليفري، فالحمد لله رجع موبايلهم. واحنا الحمد لله ما لقينا موبايلنا، بس هرد أعرف إنه العالم ليش قامت ما تحلل وتحرم بشهر رمضان. يعني ما أدري شلون ياكلون حرام، وشلون يعني أنت تليفون لقيته وتقدر توصل لصاحبه وتعرف من طريق واتساب بي وتكتلي بي وكل شي فيس بي، يعني من كل برنامج سيم كارت بي أرقامنا كلها بي، يعني تقدر توصل لها تطلع السيم كارت وتدق علينا بسرعة قفله. ليش ما أعرف شلون رهمتوها ما أدري. فإلا نقدر نقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد ياكل حرام وياكل مال مسلم بهاي الأيام الفضيلة. وقلت لها ماما لا تنقهرين، الحمد لله على كل حال خالصة هالسنة شلون ما كان، وإن شاء الله أنا آخذ لك موبايل. ومثل ما تعرفون هم يعني أقساط، يعني هم قوة مدبريها والخطوط والقسط والمصاريف الكلية والملازم، فما أعرف شلون العالم ما ترحم الناس ما أدري. والحمد لله على كل حال حبايبي، وأنا لهذا السبب تأخرت عليكم والله العظيم، لأن قامت تقرب موبايلي وخطية حاولت يعني مثل ما يقول أشيائها كلها بتليفوني لحد ما ألقى لها تليفون زين إن شاء الله. فأريد منكم يعني شلون أعتذر من عندكم على تأخري على هذا الفيديو، وإن شاء الله أقدر من الأيام القادمة أقدم لكم فيديوهات أكثر حبايبي وروتينات أحلى. بس إن شاء الله تخلص امتحاناتها وألقى لها موبايل، حتى لأن هسه شلون دا يصير علي لود هي تريد التليفون وأنا يعني مثل ما يقول القناة وهاي، فمدى أقدر يعني بينات أكرس. هي تريد تقرأ تعرفون يعني تدزولها على الكلاس مالتها وتداوم تاخذه وياها. فإن شاء الله لحد ما ألقى لها موبايل لحد ما أمورنا شوية يخلص شهر رمضان المبارك إن شاء الله على خير والبركة حبايبي. وهاي الحمد لله على هاي ولا على غيرها، مثل ما يقول والله أنا أقولهم ماما بالمال ولا بالعيال، مثل ما يقول بالغرض يروح ولا يصير بكم شي. الحمد لله والشكر على كل حال حبايبي. طبعا هو بالليل آخر قسط مال الموبايل اطيناه بالليل الصبح ضاع. هاي هي هذا اللي أريد أقوله. الحمد لله على كل حال. وهاي حبايبي الحلا مالتنا مثل ما تشوفون كلش سهلة وطعمها كلش طيب. طبعا خليت طبقة طحنة بسكوت وطبقة محلبي وخليت له جيمر، وهاي طبقة حلاوة الشعرية والله كلها كلش قالوا عليها طيبة وبمي ورد بيها. وإذا عجبتكم الطريقة حبايبي هم أرجو أن تشوفون وتسووها، وعسى وعلا تستفادون مني شي، ولو أني هاي الأيام حزينة ومقهورة، بس إن شاء الله الله ما يضيع تعب بشر. الحمد لله والشكر إن شاء الله نخلص شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، والحمد لله على كل حال حبايبي.
وهنا حبيت أشارككم هذا الروتين، جبتها منا وديتها منا، قلت والله صار هواي ما منزلت لهم فيديو، خلي أشوف وأنزل لهم هل موجود، والحمد لله والشكر هم أنزل لهم ولا أبقيهم بدون روتين. مهما يكون أنتوا عزاز على قلبي، كلكم إخواني وخواتي، وأهلا بكم بالقناة مالتي، وإن شاء الله القادم أفضل وأحسن، وخلينا خسرانين ولا مثل ما يقولون ولا غير شي. الحمد لله. ها ماما انت كل ما انتش تجين شي تريدين، ما اريد شي، سلمي عليهم. السلام عليكم حبايبي. عليكم حبايبي. شلونكم؟ شلونكم؟ اشتريت ملابس مال العيد؟ مال العيد. يلا تعالي. واني حبايبي يعني مثل ما يقولوا والله حكيت لكم، بس ما اريد انقل لكم الطاقة السلبية، وما اريدكم تضوجون، والحمد لله على كل حال تعدينا هاي المرحلة، ومثل ما يقول نسيناها، وان شاء الله الله يعوضنا بالاحسن. مثل ما يقول بايق ولا مبيوق، ما ادري شلون، مبيوق ولا بايق، ما ادري شلون يقولوها. الحمد لله احنا بالخساير ولا يكون علينا، هو شال ذنبنا بهذا الشهر الفضيل، الحمد لله على كل حال. وهنا حبايبي شاركتكم روتين فطورنا البسيط، هم قلت خل اشارككم، صار هواية من نزله. واذا وصلتوا وياي لهذا الفيديو حبايبي ولهذا المقطع، ما اطلب شي منكم سوى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، حتى يوصلكم اي شي جديد، اي شي انزله بالايام القادمة حبايبي. ولو انا مقصرة وياكم، بس شو نسوي للظروف بعد، تعرفون يعني حكم القوي على الضعيف، مثل ما يقول حكم ما كان هو اعظم، والحمد لله. وهنا حبايبي كنا ننتظر مدفع الافطار حتى نفطر، وحبيت اصور لكم شوية من روتيننا اليومي حتى يكون ولو محفز. وان شاء الله راح اسوي كليتشة مال عيد. طبعا هواية دعسات وهواية غلطات، عذروني، صايمة وفلاونزا وحساسية وعالقة علي، صايرة كلش يعني تعبانة هاي الايام، والله الله شاهد علي. فان شاء الله راح اسوي كليشة العيد وهم اشارككم وياها، وتعرفون يعني بعد كليشتي اني شلونها، الحمد لله والشكر. وهم ان شاء الله نسوي لنا روتين اذا قدرنا حبايبي، واصور لكم اياها بس هاي الايام ان شاء الله. ونشوف يعني هاليومين 3 ان شاء الله، بس احضر المواد واسوي لي كليشة مال العيد، لان هم مثل ما يقول الجهال يحبون كليشة العيد، خطية وين يروحون عاد، يعني احنا نخاف مثل ما يقول ازدحامات بالعيد وها، فما اعتقد نطلع، بس القرايب بيناتنا يعني. وهنا هاي حبايبي رحت للسوق وجبت لهم هاي الملابس، هاي البنوتة الصغيرة طبعا قطتني خوش قطة هي بوحدها، هاي جبتها على 5 بس احلاهن حسيت عليها، لان مثل ما يقول شي بارد وقماشها كان مثل الكشمير، على 5 هذا، وهذا هماتين على 5. هاي حبايبي ذاك كان احلى المطوب، والاحمر احلى من عندهن. وجبت لها هذا الوردي هماتين على 5، والشفقة ب3000، هم كلش يعني حلو عليها طلع. هاي حبايبي الشفقة اخذتها رهمتها وياه، قلت يعني مال عصرية من نام تطلع تروح تشتري، يعني كلش حلوات عليها، انه هيك الجو يعني حار، فلازم كل ساعة تسبح وتبدل. وأسعارهن يعني مناسبة على 5 ذني، بس السعر اللي كلش غالي هذا الفستان ب30,000، والله العظيم الله شاهد، ربع ما قبل ينزل. قلت له بعد 25، أنا يعني كاتب على التعلاقة كان على الثاني الأصغر من عنده عبالي 20، كان يقول لا 30. وعاد يعني احنا مستعجلين وهوسة وصيام، وتعرفون نريد نرجع نسوي فطور، اخذي زوجي اخذي يلا اخذي. فاخذته وطيته 30,000، يعني سعر النفانيف اللي احنا اخذناهن. هذا يعني نفنوف مال الطفل ب30، والله قلت له هواية، يعني خلي نروح ندور بعد، كان يقول لا شو ندور ما بقى شي للفطور. فاخذته يعني كلهن هدوم السورة صارن حوالي 65,000 ويا الحذاء، 75 ويا الكرو، اي لا 65 هدوم السورة صارن ويا تكرمون الحذاء. يعني اخذت لها بعد تراكسوت ثانية لبسته بالبيت على 7. اي وهذا الفستان اخذته لبنتي داوم بيه، واخذت هذا الثاني الها طلع كبير بقى اليه
يعني عبالي نقرمه بس لا، وقلت له خل رجعه والله ما عجبني، كان نقول بعد شي رجعنا هاي خليه. بس هو يعني باللبس حلو، بس أنا كشكل ما عجبني هالقد. ليش أقول لكم صراحة، أنا أحب السادة، أحب الأسود، أحب الجبب يعني السود الخليجيات، هذا لبسي أنا طبعا. ألبس بناطيل يعني وشي فوقاهن أو بس ما ألبس هيك مشجر، هاي أول مرة فراح أشوفه شلون يطلع. بس هو الفستان طلع عليها كلش كلش حلو، ويعني فشي صيفي يبا، ألوانه حلوة، دنيا ربيع. هنا حبايبي حبيت أشارككم الروتين، وحبيت أشارككم مشترياتي. وهذا الحذاء أخذته ب15,000. طبعا قطنة ما قطنة ما أعرف، أنا قلت لها غالي. هذا الحذاء ب15 وحذاء السورة ب7. وهنا حبايبي إذا وصلتوا وياي لهذا الفيديو أرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وكلكم على راسي حبايبي. وأرحب بالجدد وأرحب بالقديمين، ولا تنسوني بتعليقاتكم الحلوة وبلايكاتكم اللي تخبط. وأرجو منكم وأرجو منكم الاشتراك بالقناة حبايبي فضلا وليس أمرا. وإن شاء الله أكون مقصرة وياكم بالفيديوهات القادمة، والتقيكم في فيديو قادم ومشتريات جديدة، روتين جديد. الكليتشة بعد ما نعرف رب العالمين ايش كاتب لنا. واعذروني لان تأخرت عليكم هاي المرة بهذا الفيديو فترة طويلة، وحكيت لكم الظروف والصار بيها، وان شاء الله تعذرون، والقادم افضل ان شاء الله برب مساعدة رب العالمين. وانتظرون الفيديو قادم، وباي باي حبايبي، مع السلامة.